اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين وأحلى أخوات. وحشوني من الفيديو اللي فات. ايه رأيكم بقى في الحاجة العظمة والجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. 24 قطعة جاتوه ب3 كوبايات دي بس حبايب قلبي، هنعمل العظمة والجمال ده. ينفعنا بقى في اي مناسبة، عندنا عيد ميلاد، عندنا عزومة، عندنا حفلة. بجد تحفة، حاجة مشرفة بجد، بدون تكلفة خالص. هنعمله في بيتنا بحاجة بالجمال والحلاوة دي. بسم الله ما شاء الله، بجد جميل جدا. يلا نسمي بالرحمن ونخش نشوف بقى الجمال ده اتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 4 حبات من البيض، معايا كوباية من الزيت، معايا ربع كوباية من الخل، كوبايتين من السكر. هننزل بالبيض والسكر الاول وهنضربهم كده. ادام في بيض يبقى الفانيليا حبايب قلبي، هنحط بقى كده الفانيليا وهنقلب بقى ايه الخليط ده كله كده لغاية اما السكر بتاعنا يدوب خالص والبقى الخليط بتاعنا يفتح كده. وهننزل بكوباية من الحليب وكوباية من الزيت والربع كوباية من الخل. هنضرب بقى الخليط كله ده مع بعضه. بسم الله ما شاء الله، بجد جميل جدا. كده خلاص ضربناه كده حبايب قلبي لغاية ما السكر داب خالص واللون افتح خالص كده. هننزل بقى معانا كده 3 كوبايات من الدقيق، لازم ننخلهم كويس قوي. اوريكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الدقيق بتاعنا يكون منخول يا حبايب قلبي. اي بقى دقيق انتوا بتستعملوه بس يكون جودة كويسة. مش لازم يكون دقيق بتاع الحلويات. احنا جايبينه دقيق عادي خالص، بجد جميل جدا. معايا بقى قدام حضراتكم 3 كوبايات، بوريكم بقى 3 كوبايات من المج ده ومج الشاي بقى كده حبايب قلبي. ظرف من البيكنج باودر هننزله كده على الخليط زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. هجيب بقى المنخل تاني وهننزل بقى ب3 معالق من الكاكاو الخام، عشان احنا هنعمل الجاتو بتاعنا حبايب قلبي بالكاكاو. هننخل بقى كده الخليط كله مع بعضه. ما تنسوش يا حبايب قلبي احنا حاطين ذره ملح على الدقيق وسنة عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنقلب بقى الخليط ده حبايب قلبي بالراحه كده. انا مسرعه الفيديو بس انا بقلب بالراحه خالص عشان خاطر الكيك ما يهبطش معانا. باتجاه بقى كده واحد. بسم الله ما شاء الله. اللون والقوام بقى كده احنا ده اللي احنا محتاجينه. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. زبده حبايب قلبي، هندهن الصاج بتاعنا او زيت زي ما انتوا حابين. وهننزل بقى بالخليط كله ده مع بعضه واحنا كده مولعين الفرن بتاعنا. اول ما بدأت شغل في الكيكه. وهنقوم بقى كده على 180 درجة حبيب قلبي على الرف الوسطاني، وهنحط بقى الكيكة بتاعتنا العظمة ديت. بسم الله ما شاء الله، هتعمل لنا كمية جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. هخبطها بقى خبطة واتنين كده على الرخامة المطبخ لغاية اما يطلع لنا بقى الهواء بتاعها. وكده خلاص ندخلها بقى كده ونبدأ بقى بالكريمة بتاعتنا الجميلة. معايا 2 ظرف من الكريم شانتيه. هنضربهم بقى كده معانا ميه مثلجه كده، مش هننزلها بقى كده حبايب قلبي، هننزلها تدريجا. لازم يكون الميه متلجه جدا عشان يدينا بقى القوام الجميل ده بتاع الكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين. لازم بقى بالتقليب المستمر كده لغايه اما توصل للقوام اللي احنا هوريه لكم دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. كده خلاص يا حبايب قلبي، هي خدت معايا كده الكوبايه. احنا بقى كده القوام اللي احنا عايزينه. معايا بقى شوكولاته اللي هي اللي انا كنت عاملاها. المقطع ده بقى راح مني، انا بقى حطيت كده 4 معالق من الكاكاو الخام على 4 معالق من السكر مع 3 معالق من النشا او الدقيق. وهنقلبهم كويس قوي مع ذرة من الفانيليا. وهنقوم حاطينهم مقلبينهم على البوتاجاز ما يدونا القوام اللي انتوا شفتوه ده. انا طلعت كده الكيكه حبايب قلبي.
كده بقى يا حبيب قلبي احنا اختبرنا بقى الكيكه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. معايا بقى كده كيس نسكافيه اللي هو سريع الذوبان، معايا حليب، معايا شويه سكر، وهنعمل بقى ايه الخليط اللي انتم شايفينه ده. هنسقي بيه كيكه عشان خاطر تدينا بقى طراوه للكيكه، وتبقى الكيكه بتاعتنا طريه وجميله. سقيتها كده بالخليط ده حبيب قلبي. معايا الكريمه اهيت، بعد ما حطيتها بقى اتمسكت شويه كده في التلاجة. هنفردها بقى زي ما انتم شايفين كده كلها على الكيكه ديت. كده خلاص ظبطتها كده زي ما انتم شايفين. معايا بقى الشوكولاته او الشوكليت زي ما انتم شايفين، وهننزله بقى على الخليط ده، بس بعد ما حطيناه في التلاجة حبايب قلبي عشان نعرف نفرد الشوكولاته بتاعتنا. وبعد ما نفرد الشوكولاته حبايب قلبي هندخلها برضو تاني التلاجة تجمد كده ساعة ولا 2 عشان نعرف نشكلها او نزينها ونقطعها مع بعض. بعد ما قطعناها بعد ما خرجتها من التلاجة حبايب قلبي، معايا كوباية كده فيها مية مغلية عشان نعوص نبل السكينة بتاعتنا عشان خاطر الشوكولاتة ما تمسكش فيها. وزي ما انتم شايفين ببل كده وامسحها ونقطعها زي ما انتم شايفين. انا بحاول اظبطها كده، هلاقي الخرطة كده كبيرة هظبطها كده مع بعض، بحاول تبقى المقاسات مظبوطة. هنرجع برضو نبل كده السكينة بتاعتنا ونمسحها كده ونظبطها كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. هعمل بقى نقطع بقى الكمية كلها زي ما انتم شايفين. انا بحاول كده اظبطها كده. انا عملتها بشكل عشوائي حبايب قلبي لغايه ما تطلع بقى الشكل النهائي اللي انا هوريه لكم كده. جميل جدا بجد، حلو قوي، ولا الطعم جميل جدا. لو وصلتوا معايا لغايه هنا حبايب قلبي ما تنسونيش باللايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. واللايك حبايب قلبي اللي بيرفع من قيمه الفيديو، تشجيع منكم بقى كده لاختكم. لما انتوا شايفين كده خلاص انا بقى بظبط كده. هاجي بقى على القطعه الاخيره ديت لقيتها كبيره، قمت قطع منها حته بقى صغيره في الاخر كده. ومعايا بقى الكيس الحلواني وهنظبطها كده ونشكل كده الجاتو بتاعنا، وهنعمله احسن من ان من بره ما بتجيبيه من بره. بسم الله ما شاء الله جميل جدا. انا كده عملته زي ما انتوا شايفين، بعمله ورده من فوق كده. معايا حباب قلبي البسكوت اللي هو بالتزيين ده جميل جدا. انا معايا بالمانجا ومعايا بالشوكولاته، بس معايا بالشوكولاته حاجه بسيطه. احنا هنزيد من كده شكل عشوائي زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم بقى في الجمال والعظمه؟ احسن من الجاهز بجد، حاجه مضمونه ببيتك وحاجه كده جميله جدا، حاجه مشرفه بجد، تحفه جميل جدا. منخدش مننا وقت خالص، بدون تكلفه، وهنعمل حاجه القمر ديت والحاجه العظمه دي. تشجيعها بقى منكم حبايب قلبي على الجمال والحلاوة دي. جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. شكله حاجة بجد، شكله جميل جدا. انا بقى حبيت بقى ايه اغير بقى التزيين شوية. معايا الفرماتي ده الملون، هنقوم بقى مزينين برضو كده. بجد جميل جدا التزيين حبايب قلبي، حسب رغبتكم انتوا حسب ذوقكم بالتزيين ده. بجد تحفة، بص كده الجمال، بسم الله ما شاء الله. بجد الاولاد فرحوا بيه جدا وفرحوا وعجبهم جدا بحاجه بقى العظمه ديت. وبدون تكلفه حبايب قلبي هنعمل حاجه جميله جدا وحاجه عظمه وحاجه حلوه. بدل ما تروحوا تشتروا الجاتو غالي دلوقتي وانتوا عارفين الدستة بقد كده. احنا عملنا دستتين جاتو ب3 كوبايات بس. عملنا بجد تحفة بجد جميل جدا. انا يعني الفيديو بيتكلم عن نفسه حبايب قلبي، ولا الجمال ده، بسم الله ما شاء الله جميل جدا. لايك، بقول لكم ما تنسونوش اللايك يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.